السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنحضر مع بعض كيكة الفراولة الخطيرة. تقدري تقولي عنها كيكة، تقولي عنها تورتة، تقولي عنها جاتوه، المهم ان هي حاجة كده خطيرة بجد. احضر معاكم كمان صوص الفراولة اللذيذ اللي بينفع في حشو وتزيين التورت والجاتوهات والحلويات عموما. بس لو اول مرة تشوفوني، انا شيماء الحلواني، وفضلا ادعموني بلايك ويلا بينا نبدأ على طول. في الخلاط هنزل بأربع حبات من البيض وكوباية سكر وظرف فانيليا. هخلطهم مع بعض كويس قوي، وهرجع بعد كده اضيف نص كوباية زيت نباتي ومعلقة كبيرة من الخل الابيض وكوباية حليب ساخن. هخلطهم مرة كمان، وهنزل بقى بالمكونات في بولة عندي وهبدأ انخل عليهم المكونات الجافة. اول حاجة عندي كيس بيكنج باودر اللي هو 16 جرام، ونص كوباية من الكاسترد او النشا. وانا شخصيا بفضل الكاسترد لانه بيدي لون حلو قوي للكيك، بس لو مش متوفر ممكن نستبدله بالنشا. عندي كمان كوبايتين ونص من الدقيق الابيض، وطبعا لازم نوحد الكوبايه المستخدمه في كل المقادير. ما بضيفش الدقيق مره واحده، بضيفه على 3 مرات. اضيف شويه واقلب كويس من تحت لفوق بالمضرب اليدوي، وارجع اضيف شويه كمان. وفي الاخر بستخدم الاسباتيولا عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق يكون مترسب تحت وكله اختلط كويس. اخر حاجه بضيفها ذره ملح صغيره، يعني اقل من ربع معلقه صغيره. بنزل بخليط الكيك في صينيه تكون واسعه مدهونه بالزيت. انا عاوزه الكيك ما يكونش عالي قوي عشان لسه في اضافات تانية. بمشي عصايه الشيش كده في الكيك او في خليط الكيك عشان اتاكد ان مفيش اي فراغات كبيره، وخبطتين 3 كده في الرخامه. وبدخل الكيك فرن سخن مسبقا على درجه حراره 180 حتى تمام التسويه. وطبعا بختبر التسويه من وسط الصينيه بعصايه الشيش طاووق زي ما شفتي بالظبط. سبت الكيك يبرد تماما، وبدأت أشيل جزء صغير من الحروف عشان أقدر أحط الفراولة في المكان ده. بقطع الفراولة بالطول، بتبقى شكلها عامل زي القلوب، وببدأ أرصها في أطراف الصينية زي ما انتم شايفين بالظبط. بس يبقى الكيك بشربات يكون خفيف جدا زي شربات البسبوسة. الشربات ده عبارة عن نص كوباية من السكر مع كوباية من المية، يغلوا بس غلوة واحدة، بطفي عليهم وبشرب الكيك كله بالشكل ده. ودلوقتي هنحضر مع بعض الكريم شانتيه. انا ما عنديش سكر بودره، فهدوب السكر الحبيبات الاول في الميه المتلجه، وبعد كده هبدا اضيف الكريم شانتيه. حطيت نص كوبايه من السكر مع كوبايه من الميه وكوبايه من الكريم شانتيه، وبزود بعد كده الميه شويه بشويه لغايه القوام ما يكون مناسب. انا احتجت حوالي نص كوبايه ميه، كمان ميه ساقعه طبعا متلجه. هفرد الكريمه على الكيكه كويس قوي. طبعا الكيكه لازم تكون بارده تماما عشان ما تسيحش الكريمه، وهسويها على قد ما اقدر. بعمل بعد كده برواز من الكريم شانتيه بالشكل ده، وبدخل الكيكه التلاجة، ضروري جدا تكون ساقعه. وهنبدا نعمل مع بعض صوص الفراوله. في حله عندي هنزل بكوبايه من عصير الفراوله البيوريه مضروب في الخلاط بدون ميه ولا سكر. هضيف عليهم ربع كوبايه من السكر، وهدوبهم مع بعض. ومن اول ما يبداوا يغلوا هسيبهم لمده 3 او 4 دقائق، وهضيف عليهم باكو واحد من جيلي الفراوله. هتلاقي اللون اختلف معاكي تماما وبقى جميل. هنزل بعد كده بكيلو الا ربع من الفراولة المتقطعة، وهسيبهم من أول ما يبدأوا يغلوا 3 دقايق كمان، وبس كده. هنزل بصوص الفراولة في بولة عندي وهسيبه يبرد تماما، ضروري يكون بارد عشان برضو ما يسيحش الكريمة. بعد كده هطلع الكيكة من التلاجة تكون ساقعة وصوص الفراولة بارد، وهبدأ أضيف الصوص على الكيكة بالشكل ده. هفرده كويس، وهرجع الكيكة تاني للتلاجة مرة كمان علشان الجيلي والصوص يتماسك تماما. انا عملتها بالليل وقطعتها تاني يوم، وكانت خطيرة. كيكة طرية احلى من الجاتو، لذيذة جدا. تقدري لو عندك عزومة تعمليها، تكفي معاكي 15 او 18 فرد كمان. قطعة كبيرة وحلوة. بتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا منه. ولو ليكم اي سؤال سيبهولي في كومنت تحت الفيديو، هرد عليه على طول. اشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. وكنت معاكم شيماء الحلواني. مع السلامة.